جديد صلاح الدين وهذه المشاحنات والحروب والصراع ما بين الصليبيين والأتراك بقيادة صلاح الدين بعدما عاد في نهاية الحلقة ليصيب بليان هذه الإصابة بعدما تذكر أنه من أنقذه من البئر في بداية المسلسل. وهنا بليان ساقطا على الأرض جريحا بسيف البطل صلاح الدين الأيوبي، وينظر إليه بهذه النظرات. وهنا يتذكر وهو يسقيه الماء، وهذه التداولات ما بينه وبين صلاح الدين. يقول له: هل تتذكر وأنت في البئر؟ وما زال سأخرجك من هناك. ويتكلم بينما يسقط أرضا بعد هذه الخبطة القوية من صلاح الدين. وهنا نرى الصراع بينهما على أشده، ويقوم صلاح الدين بهذه المناوشات والقتال مع بليان، ويقول بأن الرحمة انتهت ويبدأ شرسا، ومع أن زوجته وأمه مع الصليبيين. وجاء الملك أو الإمبراطور بلادوين الصغير الذي يلبس نصف وجه حديدي أو من الفضة. وهنا يشتبك صلاح الدين مع المحاربين ومع بليان. وقد عرفنا مصير بليان في نهاية الحلقة بأنه أسقطه أرضا ومات سريعا، أو جرح ولا نعلم إن كان مات أم لا. وينظر إليه مدرسه أو معلمه الذي أتى بجيش له، وكذلك شيطانو ينظر إليه. وهنا المعركة على أشدها ما بين محاربين صلاح الدين وما بين الصليبيين. وبينما يرى بلادوين هذه المرأة سيرة، إن بوري يرى سيرة ويعتقد بأنها سوف تساعده ما لم تقاتله. وهنا يتكلم غي عنها وعن هؤلاء المحاربين الذين أتوا، وتسأل غي: إلى أين أنت ذاهبا؟ وهنا سيرة وأم بوري أم صلاح الدين تنظر إليه عندما جاء ليخلصهم من الصليبيين. وهنا سوف نرى ما يتم بين هؤلاء إن شاء الله. وبوري يجد سيرة كما قلنا في الطريق، ولابد أنها سوف تساعده في القضاء على غي أو في تخليص الأسرى منه أم صلاح وزوجته. وهنا نرى بأن الاشتباكات ما زالت تدور بين الصليبيين وبين الأتراك بقيادة صلاح الدين. وهنا عندما خطف المرأة وأركبهما في العربة، وغي يأخذهما ويمضي بهم كي يخلص زوجته سبيلة أيضا. وهنا يقول صلاح الدين يخرج من قلعته بعدما عقد العزم على حرب الصليبيين دون رحمة أو شفقة. وهنا
ويعلم بأن أمه وزوجته معه، ولا يستسلم ولا يلين لهذه الأشياء. ونرى هنا بأن بلدوين يتكلم معه شبه محروقا مما حدث، ولكنه يريد انتهاز الفرصة بأن يأخذ الشام فداء لهم. وهنا لا تنجح أو لا ينجح خطته هذه في هذا الأمر، ويعود إلى قصره بينما هم متخالفون. هكذا يظهر صلاح الدين ويرتب معهم ما يجري كما رأينا. وأعتقد بأن هذا المسلسل يفتقر إلى التأليف الجيد، فنرى بأن الممثلين جيدون ويقومون بما عليهم، ولكن أنتقد المؤلف والأشياء التي يأتي بها، فهذه غير طبيعية وغير مستساغة للعارفين والعالمين، مثل أن يجرح وينام في خيمة رجل يعمل له بعض أشياء ويقول بأنه سيفتح القدس، وهذا لا يصح ولا يكون. فأمرنا لله، وننتظر حلقة جيدة تكون ذات مضمون نافع ومهم، وليس بهذه التداعيات والافتراءات. وإن شاء الله سوف نتابع معكم هذا المسلسل، وكذلك عثمان ومسلسل محمد الفاتح. وعلى فكرة بأن مسلسل عثمان أغلب أدواره معادة، ولكنها معقولة ومستساغة وتشد المشاهد لمشاهدتها. أما محمد فريد فمسلسل جيد، وقد تم حصار القسطنطينية أكثر من شهر. على أي حال ننتظر باقي الحلقة، وأترككم مع قراءة التعليقات والمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.